يعد متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر. يعبر المتحف عن فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، ويتميز بتصميمه المعماري الرائع، وقد بني على طراز إسلامي حديث مستوحى من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية، كما يضم بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، كما انتشر فيه الروح العثمانية، ولذلك فهو يعتبر مدرسة فنية شاملة لمختلف عناصر الفنون الإسلامية. أنشأه الأمير محمد علي توفيق في الفترة ما بين 1900 إلى 1929 ميلادي. ويتكون القصر من سور خارجي يحيط بمدخل القصر، ويضم داخل أسواره قصر الاستقبال، وبرج الساعة، والمسجد، ومتحف الصيد، وقصر الإقامة، وقصر العرش، والمتحف الخاص، والقاعة الذهبية، بالإضافة إلى الحديقة الرائعة والفريدة المحيطة بالقصر.